اخبار النادي الاهلي على الصبح، وتحياتي ليكم كل جماهير الكره المصريه والنادي الاهلي. اخبار نادي الاهلي، تعالوا لك على بعض الاخبار المهمه جدا جدا وبعض الصفقات وبعض الاخبار. اول حاجه في اخبارنا النهارده، النادي الاتحاد الليبي بيفكر بجديه في التعاقد مع اليو ديانج نجم النادي وسط لاعب النادي الاهلي. الاتحاد الليبي عاوز ياخد اللاعب لمده، طبعا عقد لمده 3 سنوات، مقابل كام؟ مقابل 2 مليون دولار. طبعا لاعب عقده بينتهي بنهايه الموسم. في خبر تاني عن اللاعب اشرف داري. اشرف داري في اخبار مهمه جدا جدا عن اشرف داري. يروح فين؟ يروح نادي الوداد المغربي. نادي الوداد بيدور على مدافع، وبنسبه كبيره ممكن اشرف داري نجم دفاع النادي الاهلي يروح نادي الوداد. في برضو خبر مهم عن جناح النادي الاهلي الجديد والشاب اللي من النادي وقطاع ناشئين النادي الاهلي، محمد عبد الله. محمد عبد الله بيتألق مع النادي الاهلي في المباراه الاخيره، وله عرض كبير جدا جدا من احد الدوريات الاوروبيه. النادي الاهلي في الساعات القليله الماضيه بيستعد للموافقه على العرض الاوروبي لرحيل اللاعب محمد عبد الله. هو لاعب كويس جدا جدا وجناح ممتاز، وان شاء الله باذن الله يكتسب خبرات ويرجع تاني للنادي الاهلي. جريتشار، تعال نتكلم على موضوع جريتشار. جريتشار طبعا حس ان هو ايامه بقت معدوده داخل النادي الاهلي. اللاعب ما بقاش طبعا له دور. حس ان دوره بقى متهمش او ما بقاش له دور. الاهلي هيجيب مهاجم، انا مش هيبقى ليا دور. ابتدى يفكر في بعض العروض القويه اللي تمشيه من النادي الاهلي. تعالى نتكلم عن اللاعب اخر، هو اسمه عمر الساعي. عمر الساعي كان بيلعب في النادي الاسماعيلي، اتنقل للنادي الاهلي، ما خدش فرصته، راح اعاره للنادي المصري. انما النادي المصري في الساعات الماضيه بيفكر في تفعيل، طبعا عاوز يشتري اللاعب بدل من استعاره يبقى شراء نهائي. ده بالنسبه لعمر الساعي. كان في الساعات الماضيه برضو عرض خليجي قوي جدا جدا لاستعاره اللاعب احمد السيد زيزو من النادي الاهلي. انما مجلس اداره النادي الاهلي بيرفض رفضا قاطعا رحيل احمد السيد زيزو. برضو في الساعات الماضيه في مصدر في اتحاد الكره بينفي هذا الامر. الامر بيقول ان امام عاشور واحمد فتوح اتخانقوا خناقه شوارع، وخناقه كانت صعبه جدا جدا، وان الموضوع تطرق للضرب بالايدي وتدخل بعض اعضاء مجلس اتحاد الكره اللي موجودين او الجهاز الفني. انما مصدر في اتحاد الكره اكد وقال ان الموضوع ده مش حقيقي يا جماعه، والموضوع عاري تماما من الصحه. الاثنين كانوا بيلعبوا دور شطرنج عادي جدا جدا في فتره الراحه، والموضوع كان حماسي اكتر من اللازم، بس انما ما تطرقش الى الخناق والكلام اللي هم بيقولوا عليه. مفيش اي حاجه من هذا القبيل. يعني دي كان يعني مختصر صغير جدا عن اخبار النادي الاهلي في الاوقات السابقه. اتمنى لكم يوم سعيد، يوم جميل جماهير النادي الاهلي، واضربوا لايك محترم عشان يوصل لك باذن الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.